بنضف الاير فراير ازاي. طيب لو انتي عملتي وجبه سريعه كده، فانتي سهل جدا تشيلي الجزء بتاعها سواء هو بالشكل ده او باي شكل تاني، وتغسليه زي اي مواعين، وتنضفي الجزء ده بمناديل او تغسليها برضو. طب لو انتي عملتي زي كده، انا شويت فيها كذا يوم ورا بعض، بما ان كده كده مطرحها شوي فما غسلتهاش، قلت كده كده هشوي فيها. فرقم الدهون لو خدتوا بالكم بصوا على الجزء ده وعلى الجزء الداخلي برضو. فدي بقى بغسلها ازاي؟ بغلي ميه وبحط فيها ميه مغليه، وبسيب الميه المغليه دي لمده 5 دقايق كده تتذوب كل الدهون، وبعد كده برضو باخدها زيها زي اي مواعين اغسلها بترجع نظيفه. شفت حد مشاير فيديو بيقول ان انا احط فيها ميه مغليه واحطها في الجهاز بتاعها واشغلها 3 4 دقايق. الكلام ده غلط غلط غلط، لانه هيحرق الموتور. ما حرقهاش من اول مره، هيحرقها من تاني مره. هو اسلم حل ان انتي تسيبي ميه مغليه كده تدوب كل الدهون 5 دقايق بالظبط، وتاخديها تغسليها زيها زي اي مواعين. هغسلها واوريكم بعد ما اتغسلت. كنت خلاص صفيت الميه ونضفتها كويس زيها زي اي مواعين، ومن بره بتلمعيها باي حاجه وخلاص كده.